نصايح للماميز المشغولات اللي مش فاضيين يعني من الآخر مشغولات مش فاضيين. أوكي، 5 دقايق روتين، ال5 دقايق. بصي يا ست الكل، جمعتلك روتين 5 دقايق بس في اليوم، وهبعتهولك برضو، يعني ممكن اكتبه في البوست اللي هو نزلته على فيسبوك، هتلاقيه مكتوب فوق بحيث انك تقدري تنسخيه وتخليه عندك، او لو بنتفرج على يوتيوب هتلاقيه حطاه في الوصف. تمام. الدقيقة الأولى التحية وروتين اليوم. تمام. أول حاجة بتقولي له إيه؟ good morning. good morning، وعلميه يعني الروتين ده بتعملوه كل يوم، أنا عشان كده بقول عليه روتين، الكلام ده بيتعمل كل يوم لحد ما يحفظه، ونبتدي بقى إيه نزود عليه ونغير فيه. أول حاجة good morning، وتعلميه يرد عليك يقولك good morning. الحاجة التانية how are you today. أنا حتى دايما بعمل كده في كل السيشنز بتاعتي، دايما بحفظ الطلبة الروتين ده، بنعمله كل السيشنز مع كل الليفلز. good morning guys، لو احنا مثلا الوقت العصر يبقى good afternoon، good evening، وبعدين بقى how are you today. وطبعا بنتعلم ازاي نرد عليهم. مثلا لو احنا لسه صبح ممكن نقوله did you sleep well. دي ممكن لما تشوفيه الصبح تقولي له كده did you sleep well. did you sleep well. okay let's start our English time. ده كده الدقيقة الأولى، يعني الكلام ده ممكن حتى تعمليه في أقل من كده. إجابات كل دول ممكن لو هو لسه صغير تخليه يرد عليك يقولك yes good no، يعني الردود البسيطة لو هو لسه صغير ومش عايزة الموضوع يكون صعب يعني. نيجي بقى للدقيقة التانية. أول حاجة هتلاقي عندنا هنا زي ما قلت هكتب لكم ده كله وإيه تقدروا تاخدوه كوبي يعني. الدقيقة التانية جملة في اليوم، يعني هي جملة النهاردة ايه؟ مثلا انا عايزة اعلمه I'm happy. I'm happy، تحطيها له في موقف ايا كان بقى اللي ينفع يمشي معاه. يعني انا مش عايزة اقول حاجة معينة علشان تفتكر ان هي دي بس وما فيش حاجة تانية تنفع. ممكن تقولي له اي حاجة حصلت فتقولي I'm happy، حتى لو تقولي له بالعربي وتحفظي كلمة I'm happy اللي هو لسه بيبدأ. مثلا حصل كذا كذا so I'm happy، وهكذا. ممكن تطلبي منه هو يقولك حاجة فيقولك لما ده يحصل مثلا ببقى I'm happy، فانت بتختاري جملة النهاردة ودي اللي هتقوليها ايه في الدقيقة التانية وتخليه يقلدك. التالتة بقى دي بتكون لعبة او سؤال بسيط، يعني مش حاجة صعبة. يعني دايما في البدايات ابدأي بحاجات بسيطة. مثلا where is the red toy. انا بحب قوي في الموضوع ده ان انا اخليه زي treasure hunt، يعني مثلا انا ببقى مخبيه الحاجة واقول له يدور عليها. لو احنا مثلا اونلاين زي ما احنا بنعمل بطلب منه مثلا يجيب لي حاجه لونها احمر، حاجه لونها مربع، حاجه لونها اسود. بيحبوا قوي كده ان هم مثلا بعمل لهم تايمر، ولو ما 3 2 1 هو لازم في الثواني دي يجري ايه يجيبها لي. ماشي. ممكن نعمل مثلا لعبة تانية زي لعبة اللي هي سايمون سيز، اللي هو مثلا اقول له touch your nose touch your head touch your feet. او ممكن تعملي حاجة زي مثلا لو هتعلمي النهاردة الالوان تمسكي color او اي حاجة وتقولوا مثلا what color is this what color is this، وتشاوري له على حاجات لو بتعلميه مثلا ايه الكالرز. المهم ان هو يتفاعل معاكي ويتحرك ويبقى مبسوط كده، ما يبقاش قاعد زهقان ومخنوق. لو كره اللغة مش هيتعلم حاجة، مش هيتعلم حاجة لو هو ايه كره اللغة. تمام. كل ده احنا لسه في الدقيقة الثالثة، يعني الكلام ده ما تطوليش فيه، لما تقعديش فيه كتير، هي الكلام ده هو بالدقيقة معاكي. الدقيقة الرابعة دي بتكون زي ايه مراجعة سريعة، بنراجع بس بسرعة اللي احنا قلناه علشان ايه في المراجعة افادة، كل حاجة بتراجع عليها. يعني عايزة اقولك المراجعة اهم من الدرس، يعني الدرس ممكن ما ياخدش وقت بس المراجعة اهم. لو عايزة الحاجة ما تتنسيش دايما نراجع لين تقولي مثلا what did we learn today what did we learn today، او say it again. احنا فاكرين لما قلنا في الدقيقة التانية بنقول حاجة الجديدة اللي اتعلمناها، بس احنا قلنا I'm happy فانتوا I'm happy say it again، دي الحاجة اللي احنا اتعلمناها النهاردة ودي بكرة ممكن تسأليه فيها. الدقيقة الخامسة ودي آخر حاجة بتبقى يعني ختام لطيف كده، مثلا you did great today بيبقى حاجات تحفيزية. you did great today I'm proud of you see you tomorrow. ده مثلا لو احنا بقى teacher يعني ممكن see you tomorrow، او مثلا لو بتقولي هو قبل ما ينام بس غالبا نقول له good night.
وبس كده، ده روتين ال5 دقايق، وطبعًا تقدري تغيّري فيه زي ما بتشوفي مناسب. لو عندكم أي أسئلة أو في أي حاجة مش واضحة تقدروا تكتبوا لي في التعليقات وهارُد عليكم في أقرب وقت. Thank you so much.